اهلا بيكم في حلقه جديده مع جي شرف. النهارده معايا قاسم زي ما انتم عارفين وخالد وانا ياسمين. قبل ما نبدا انا بس عايزه اقول حاجه صغيره لقاسم. قاسم انت النهارده ممكن تبص من الشباك. اشمعنى مش فاهم؟ ممكن تبص من الشباك. بص كده، انت مغيره الكاميرا يعني ولا ايه؟ بص وغيرين أيوة. اللينز يا قاسم. لينس جديد. الناس واللي مش فاهم احنا بنقول ايه انا هسيب لكم فيديو فوق تتفرجوا. استنى كده، ده بجد؟ اه الله كفايه اشم في انت بتقفل ليه يا بني ادم؟ خلاص ده كفاية. سجان قاعد معانا ولا كفايه كده. النهارده هنعمل تجربه جديده، اوكي؟ ان احنا هنحكي قصص. بس قبل ما نبدا اعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. وفولو على الانستجرام، هنزله لكم تحت. هنحكي النهارده عن حواديت العربية. ايه؟ هنحكي النهارده قصص عن حوادث العربيات. تليفون معاك يا استاذ ياسر. احكي انا الاول. اتفضل. الحادثه حصلت مع واحد صاحبي، بس انا كنت موجود جوه الموقف. يعني احنا كنا في فرح بتاع اخت واحد صاحبي. ابو صاحبنا ده عنده عربيه، العربيه دي مش ملك ابوه قد ما هي ملكنا احنا كلنا، ملك الشله كلها. احنا كلنا بنركب العربيه دي نروح بيها مشاورنا وبتاع. فيوم الفرح لا هم بتاعتنا احنا، فما تدخلوش نفسكم في الشله بعد اذنكم، معلش عشان دي شله دي حاجه برايفت. فاحنا واحد صاحبنا بقى جاء اليوم ده طلب من ابو صاحبنا العربيه، قال هيروح بيها مشوار ويرجع. احنا كنا في طريق الملاحه، الطريق ده اللي يعرفه يعني مقطوع. طبعا محمود عبد العزيز. نعم، الطريق ده طريق مقطوع، ما فيهوش اي افيهات ولا فيه اي حاجه خالص. فصاحبنا راح بالعربيه وغاب، فاحنا استعوقناه، قعدنا نتصل بيه ما بيردش. فنزلنا تحت القاعه بقى في الشارع واقفين مستنينه لغايه ما لقيناه داخل علينا، والعربيه الازاز متكسر والكبوت من قدام طالع من بق كلب، موضوع مهري. والولا نزل من العربيه عينه محمره وبتاع، في ايه اللي حصل؟ احنا بنطمن عليه هو الاول، بنشوف ايه اللي حصل. قال له مفيش حاجه، انا بس انا خبطت واحد بالعربيه قدامه وتقريبا مات. هو قال كده واحنا في صمت، العالم كله صمت اللحظه دي. فابو صاحبنا قرر يتكلم وقال له طيب مبدئيا انا هاخد العربيه احطها ادخلها جوه عشان خاطر ما دي على الطريق، اي حد هيعدي تبع الاخ اللي انت قتلته ده يعني هتبقى مصيبه، وانت خش استخبى جوه. وبعتني انا واحد صاحبي نروح نشوف على الطريق كده هو فين الجثه ولا ايه اللي حصل. ضحى بيه. مضحي بينا، روحوا اطمنوا شوفوا الموضوع فيه ايه. سلام. مشيت انا وصاحبي ده في الطريق بقى، قابلنا اول حاجه عربيه واحد كده بتاعت ترمس وحمص وبتاع، العربيه مقلوبه على جنبها والراجل واقف جنبها عمال يسب ويلعن. فسالناه ايه يا عم الحاج ايه اللي حصل؟ فعيل ابن حرام كان ماشي بالعربيه معدي، راح خبط لي العربيه طالع عيشي، وانا لو شفته هعمل وبتاع. دي اول حاجه حصلت. فتمشينا شويه كمان قدام كده، لقينا شله شباب واقفين، العربيه بتاعتهم مجنحه لجوه كده وواضح انها مخبوطه متدمره، والعيال عمالين برضو ملمومين عمالين يشتموا. فدخلنا بينهم ما سالناش، احنا دخلنا بس نسمع الحوار اللي داير ما بينهم. فالعيال بيتكلم على ان في واحد بالعربيه كان ماشي جنبهم بيتراوشن، زنق عليهم وهم راحوا مزنقين عليه، راح هو خابطهم وجرى. هو جاب من الاخر ما بيهزرش، والولا باين عليه كان متوتر وبتاع. بس ده لو شفناه هنطلع وهنعمل وهنهري، ما نعرفش مين ده. هو بقى احنا مالنا. سيبنا الحوار دوت ومشينا قدام شويه لغايه ما وصلنا عند ضلمه، المنطقه عتمه خالص، منطقه فعلا لو في بني ادم معدي قدامك انت مش هتشوفه، هتخبطه. لمحنا كلب ميت في الارض، مفيش ولا جثث بني ادمين ولا في اي حاجه. طبعا مع احترامي لجثه الكلب يعني فوق راسنا برضه ماشي بس يعني. كلب مروح برضه. بس هي الفكره ان هو وقتها هو فعلا ما قتلش غير كلب، يعني الحمد قضى لله. قضى اقل من قضى ورجعنا بس له. شال الليله دي كلها بقى في سكته. اللي شال العربيه بقى والتصليح والحاجات دي كلها، والعيال عرفوا يقفشوه وضربوه واكل العلقه كلها. ابو صاحبي اكل الضرب كله وبتاع، صاحبي بقى كان دخل جوه، كان هو ما اكلش جاتوه فهو دخل ياكل الجاتوه. اوكي. انا عليا الدور. وانا عندي 4 سنين كده جت اختي قالت لي على فكره بجرب حاجه. عندي 4 سنين. وانا عندي 4 سنين اختي جت قالت لي عندنا واحد في المدرسه اسمه فادي، قال لها ان عندنا حاجه في القران اسمها سوره الكرسي. فانا رحت رايحه سائله بابايا، كنا قاعدين كده، بابايا قاعد مكان خالد ومامتي كانت قاعده مكان قاسم، وانا قاعده في النص كده، مش قصدي حاجه، انا قاعده في النص كده ده شرف ليا. واختي ايه سورة نايمه الكرسي؟ ورا. وبعدين بقول لبابايا طبعا. هو في حاجه اسمها سوره الكرسي، كنا احنا سايقين الساعه 12 بالليل، فقال لي ما اسمهاش سوره الكرسي، اسمها ايه الكرسي، بس نامي دلوقتي. وانا ما فيش زنانه من يومي، لا عايز اعرف. احنا عارفين الموضوع. انا بس اللي اقول انت ما تقولش بس. وبعدين فقلت بابايا يا ابني خلاص، وانا قاعده مع بنت اختي عشان بجرب بس. وبعدين فقال لي لا بصي نامي دلوقتي، ومفيش فايده. انا بزن فايه، راح قال لي بصي هي اولا ربنا بيحفظك لما تقولي ايه الكرسي ومش بتموتي يوميها. قلت له ها يعني
سهله جدا، ما انا اقولها كل يوم وكده انا هعيش للابد. قال لي لا، ربنا هينسيك يوم من الايام وده اليوم اللي انت هتموتي فيه. قلت له خلاص حفظهاني. هو بدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم من هنا، وفجاه لقاني انا بصوت من هنا. كيف عفريت؟ ملبوسه شفت لوري سد الطريق وشد جرار والدنيا ضلمه خالص، هو مفيش اي نور، مفيش اي حاجه، وهي العربيه عطلت، يعني عطلت منه وهو بيلاقي، وخلاص هو مفيش مفر ان احنا هنخبط، حتى ما ينفعش نلحق نفرمل. ربنا ستر وبابايا راح عامل ايه، حط ايده كده وانا الحمد لله عشان انا ايه ملبسش في الازاز. العربيه قعدت تلف بينا وخبطت وبقت عامله زي حته الورقه كده، انت تقول مستحيل اللي جوه دول يكونوا طلعوا عايشين. بابايا الناس اتلمت طبعا علينا وعرفوا يطلعوا بابايا، وانا سامعه بابايا عمال يصوت بره، والبنزين ريحه بنزين، خايف العربيه هتولع. فانا طبعا بدات يعني اترعب ومش عارفه اعمل ايه، ومامتي بعد كده طلعت وانا واختي اللي لسه جوه. كل ده بقى ايه، اختي لسه نايمه، يعني العربيه اتقلبت واختي لسه مفيش في سابع نوم بس. فايه فين وفين صحتها وطلعنا والحمد لله. ودونا على المستشفى، الدكاتره مش مصدقين ان محدش فينا فيه خدشه بس. ومن ساعتها بابايا قال لي يعني بصي احنا ربنا حفظنا بسبب ان انت صممتي وقعدتي تزني، شفتوا الزن بيعمل ايه؟ وحفظنا. من ساعتها بقى انا حاطه ايه الكرسي جنبي، كنت بقى لحد ما حفظتها بقولها كل يوم قبل ما انام. وخالد دلوقتي بيقولها لما يركب معايا انا وقاسم واحنا بنسافر. ده حقيقي فعلا. بس اختك دي كنجايه والله. اه العالم يخرب بس يا بابا، الدنيا تولع بره، انا نايم ماليش دعوه، الموضوع منتهي. لا برافو، نفسي انام كده والله، نفسي انام كده. طريقه مواجهتي للحياه. يلا احكي. ماشي. وانا ما اتخيلش انتوا تحكوا حاجات عميقه وحوادث قويه وكده، انا كنت احكي حاجات عبيطه قوي. قصدك ايه؟ ايوه لا اللي انتوا فاهمينه حاجات عميقه، هي حوادث قويه، يعني اللي هو حوادث، حادثه ومش عارف مين مات ومين اتقلب، ودي بتقول لك الموضوع طلع كبير شويه. معلم احنا في كلب مات، مع احترامي للكلب طبعا. حسك مع احترامي لا والله ابدا والله ابدا، لا مع احترامي للحيوانات أيوة. والشؤون المعنويه وكل حاجه. انا قاسم ما بيحبش الحيوانات. لا انا بحبهم جدا وبحترمهم اهو، راكبين معايا الحيوانات، راكبين معايا اهو، عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ يعني كمان بتشبه الحيوانات بينا، تغلط في الحيوانات لا أكتر. ما اقصدش، انت كده بتغلط في الحيوانات اكتر. ما اقصدش والله، ده انا بحاول ارقي اسمه موتوسيكل. حاضر اتفضل احكي. انا عموما عندي مشكله مع سواقه البنات. ما عنديش مشكله، هو عنده حق، ما عنديش مشكله مع البنات. في بنات بتسوق كويس، في بنات بتسوق كويس جدا، بيسوقوا احسن مني كمان، بيطلعوا على السكه بيبهدلوني عادي، مش هسقف لها والله بالظبط. بس في ناس اللي هو ايه فاهم، مفيش بقى. لا معلش، عارف انت اللي هي الحاجات الشخصيه اللي في حياتهم دي وتردداتهم الغريبه واللي بقول لك ايه، نسيها بعض. نفسك وكمل القصه. نسيها بعض، احنا في دنيا واحده برضه مع بعضينا، فاهم انت؟ عارف لو في دنيا متوازيه ولا حاجه، في عالم موازي، ما عنديش مشكله. انا هشهدك يا باشا. انا كنت قاعد جنب واحد صاحبي ماشيين على البحر، هو اللي سايق، ماشيين في امان الله، ماشيين ناحيه الرصيف كده جنب الشارع اللي بتدخل منها، وفي عربيه قدامنا مديه اشاره شمال. انا ما اعرفش مين اللي راكب فيها، راجل ولا ست ولا ايه، مش فارقه. اشاره شمال يعني هتلف داخله على الملف. ده العيب. فهي عماله تكسر علينا وتجنح علينا واحنا نقرب من الرصيف، وهي تكسر وتجنح والولا يزمر واحنا نقرب من الرصيف، ومفيش لحد ما خلاص جت قدامنا وقامت واقفه، والولا قام فرمل مره واحده. ماشيين على البحر ماشيين بسرعه، والعربيتين كانوا يدخلوا في بعض. الاقي لك واحده نازله من العربيه عماله تزعق وتشتم، وانتوا يا حمير وانتوا اللي ما بتفهموش، ومين طلع لكم رخص وتيك تيت تيت تيت. هي اللي بتشتم والله. لقيت صاحبي بيقول حضرتك اللي مكسره علينا. قالت له كسره ايه؟ انا مديها انا الاشاره اليمين عندي بايظه ومديها اشاره شمال يعني، وانا قصدي اشاره يمين عشان هي بايظه، المفروض انت تفهم لوحدك. عندها حق، عندها العيب، هي مديه اشاره، غيرها ما بتديش اشاره اصلا. طبعا بقول لك مديها اشاره شمال وقصدها يمين، والمفروض انا افهم ان الاشاره دي بايظه ودي شغاله. مالكش حق انك تعرف يا رحف، انا بناصر المرأة. ماشي اهلا بيك يا فندم. وبكده تبقى خلصت حلقتنا، وقولوا لنا عجبتكم فكره القصص ولا لا، عشان عندنا حواديت تانية نحكيها لكم. شكرا يا قاسم. قاسم بيقول لكم فعلوا زر الجرس. ايوه هو بيديك بينبهكم. فاعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. باي.